اهلا يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم النهاردة في فيديو. النهاردة جايبه لكم كلام مهم جدا، وعايزة كل واحد فيكم يسمعني كويس. كلنا عارفين ان الوقت بيعدي بسرعة، خصوصا في الثانوية العامة، بس انا جاي اقول لكم الوقت لسه قدامنا. يعني لو لسه شاكين ان احنا ما نقدرش، وان احنا لو بدأنا دلوقتي هل هنقدر او ما نقدرش، بحب اطمنك واقول لك تقدر تقدر تقدر. وكمان لو لسه مش عارفين تبدأوا منين وتعملوا ايه وتعملوا ايه، كمل الفيديو للنهاية وهتعرف كل حاجة. الوقت لسه قدامنا. بص يا جماعة، في ناس كتيرة فاكرة ان الوقت خلاص عدى، ودي مشكلة كبيرة، بس والله العظيم لسه في وقت كبير تقدروا تنجزوا فيه. وانا قد كلامي وكل ثقة بالكلام اللي بقوله لكم، لان انا واحدة طالعة من تجربة ان شاء الله هنحكيها في الفيديوهات الجاية. فتقدروا. المهم تبدأ تبدأ تبدأ. انت لو بدأت النهاردة احسن من اللي هيبدأ بكرة، ولو بدأت بكرة احسن من اللي هيبدأ بعديك. ما هي اصعب حاجة حكاية انك تبدأ. ابدأ بأي حاجة، صدقني وانت بتبدأ هتلاقي الحاجات بقت بتتدحرج تتدحرج لحد ما تنهيها خالص. وصدقوني مع شوية اجتهاد هتلاقوا الدنيا ماشية معاكوا، وكل حاجة بقت كويسة وانتوا راضيين عنها. اول حاجة، بعد عن الحاجات اللي بتضيع لك وقت. ومفيش حاجة بتضيع وقت طالب ثانوية عامة غير الموبايل. بعد عن التيك توك، عن انستجرام، عن فيسبوك، عن اي حاجة بتشتتك. هتقولي بذاكر، في عندك تابلت تقدر تذاكر عليه، عندك اي حاجة تقدر تذاكر عليها، تليفون اختك، تليفون مامتك، تليفون اي حد تقدر تذاكر عليه. مش هيقولك لا. انا كنت زيك كده، كان معايا التليفون ومعايا التابلت. كنت بقعد اذاكر على التابلت وبمسك التليفون، هرد على الرسالة، هشوف الورق، مش عارفه هعمل ايه، هشوف ايه، هشوف اخر حاجه نسيت ابعت للمستر اقول له مش عارفه ايه. كنت بدخل على الموبايل، يا ترى بروح اعمل الحاجه اللي انا عايزاها مباشره؟ لا، ما كنتش بروح اعمل الحاجه اللي انا عايزاها مباشره. كنت بدخل على التيك توك بقى هسمح شويه صغيرين، ادخل على الفيسبوك بس هشوف شويه صغيرين، والشويه الصغيرين دول بتفاجئ بعدين انهم بقوا نص ساعه، ساعه، ساعتين، ثلاثه، وهكذا. وده طبعا كان بيدمر لي الوقت، وحسيت ان انا فعلا بضيع. فعملت ايه؟ اول ما بحس ان انا عايزه امسك الموبايل هعمل حاجه، ما برضاش اعملها، باجي قافله الموبايل خالص، واجي حاطاه فوق الدولاب، في الدولاب في اي حته بعيده عن الاوضه اللي انا بذاكر فيها. ليه؟ لانه لو قعدت اذاكر في هاتف كده، ده الشيطان بيهتف عليك بيقولك انت نسيت تعمل الحاجه دي، انت نسيت تكتب دي، انت نسيت تركز على دي، انت نسيت الورق، نسيت مش عارفه تقول للمستر ايه، نسيت تقول لصاحبك ايه. فانت بتروح تمسك الموبايل بالفعل، ولما بتمسك الموبايل مش بتدخل تعمل حاجه، بتنسى اصلا انت كنت داخل ليه. فبتخش على التيك توك، بتخش على حاجه بتسرق الوقت، ومفيش حاجه بتضيع الوقت غير الموبايل. تمام. فاحنا نحاول نظبط نفسنا شوية، للناس اللي هي لعبت كتير تظبط نفسها شوية وتبعد عن الموبايل علشان خاطر حلمكم. اسأل نفسك سؤال، هل حلمك فعلا يستاهل انك تتخلى عن التليفون؟ لو الإجابة اه، فابعد عن التليفون. وانت قاعد تذاكر ركز في الحاجة اللي قدامك، ما تركزش في المتراكم عليك في مادة تانية، ما تركزش انك ما حلتش واجب مادة تانية، ما تركزش ان في حصة فاتتك من منهج الفلاني، كيمياء، فيزياء، اي منهج. ما تركزش في اللي فاتك، ركز في اللي قدامك. بتذاكر احياء، ركز في الاحياء لحد ما تنهيها. بتذاكر فيزياء، ركز في الفيزياء لحد ما تنهيها. بتذاكر انجليش، ركز في الانجليش لحد ما تنهيه. ما تكونش انت بتذاكر حاجة وعقلك وتفكيرك في حاجة تانية، في اللي تراكم عليك، في صحابك اللي سبقوك، في الناس اللي بدأت من أول السنة، في الدوامات اللي بتدخل نفسك فيها ومحدش داخل في الدوامات دي معاك غيرك انت. فانت اطلع وطلع نفسك وانضبط شوية. خليك مركز في اللي قدامك. لو قعدت وركزت في اللي قدامك صدقني هتنجز. ما تحاولش تسهر كتير. افضل حاجه ممكن تعملها انك تنام بدري وتصحى بدري. نام الساعه 8 وتصحى الساعه 3. انا واحده كنت بعمل كده، وده وقت يعني ما شاء الله كبير جدا تقدر تعمل فيه حاجات كتيره. فبعد عن السهر. لو بتحب السهر ومنجز معاك عادي، كل واحد فينا ليه الطريقة اللي بيحب يذاكر بيها. طيب بما ان احنا برضو لو الناس لسه هتبدأ او لسه هتفوق، احنا بقى متأخرين شوية صغيرين عن الناس تانية، او احنا في الوقت ده نقدر نسبق ناس تانية ناخدها بطريقة ايجابية. طيب اعمل ايه عشان اذاكر صح؟ مش لازم تقعد تذاكر ساعات طويلة جدا وتحل ساعات طويلة جدا برضو. لا، هقولك على حاجة، افهم الدرس كويس. لو هتبدأ من دلوقتي صح، افهم الدرس كويس، حل عليه 20 ل 30 سؤال. حتى لو الأسئلة 170، نقي المهم منهم، نقي الأسئلة اللي انت شايفها مهمة، اللي فيها فكرة انت ما تعرفهاش. ما تحلش الأسئلة اللي انت عارفها وبتحلها بسهولة، لا. حل الأسئلة، خليك ذكي. حل الأسئلة اللي انت ممكن يكون فيها فكرة جديدة، ممكن مسألة فيها 3 أفكار، فده هينفعك وهيفيدك جدا. ده هيوفر معاك وقت، وهيوفر معاك جهد، وهيوفر معاك حاجات كتيرة انت محتاجها في مواد تانية. طبعا لو حسيت انك تعبت من المذاكرة وعايز تريح، ريح شوية، ريح ساعة، ريح نص ساعة.
ربع ساعة، تلت ساعة، أهم حاجة إنك تفصل. لو حسيت إنك خلاص مش قادر ضغط وتعبت، لأ، ارتاح شوية عادي، أنت كده بتعمل refresh لعقلك من جديد، فده هيفيدك برضه. ما تذاكرش في أماكن مزعجة، حاول تخصص وقت للمراجعة، وبلاش تروّح أي فرصة تقدر تستفيد منها في منهجك وفي الثانوية العامة بتاعتك. ال5 شهور الجايين ممكن يكونوا أفضل وقت ليك. اللي فاكر إن الوقت ضاع وخلاص يستحيل إنه يحقق حلمه في ال5 شهور الجايين دول، ده غلط وتفكيرك غلط. ده أكتر وقت مهم في حياتك، لو ركزنا وحطينا هدف قدامنا هنقدر نوصل. الفكرة مش في الوقت، الفكرة في إنك تبذل جهد حقيقي يقدر يوصلك لمحطة. أنا عارفة إن ساعات المذاكرة بتبقى تقيلة، وعشان كده دايما حس إني معاكم وهدعمكم وفي ظهركم. لو في حاجة مش فاهمينها أنا هنا علشانكم وعلشان أساعدكم، أنا واحدة منكم، بس حبيت أقول لكم إن كلنا مع بعض هنقدر نعدي، وأكيد إن شاء الله هتوصلوا، أنا واثقة فيكم. الدور إنكم توثقوا في نفسكم. وفي النهاية أحب أقول لكم الوقت لسه قدامنا، بس لو عايزين تحققوا أحلامكم بجد لازم تبدأوا دلوقتي. في ال5 شهور الجايين هتقدروا تعوضوا كل حاجة لو ركزتوا، وأنا متأكدة إنكم هتوصلوا. عايزاكم تبقوا واثقين في نفسكم، وأنا هكون دايما معاكم. لو حابين تكتبوا لي في الكومنتات أي حاجة، أو لو عندكم أي سؤال، أنا هنا علشانكم. بحبكم جدا وربنا يوفقكم.